ازاي تقنع عملائك بيك وتقدم لهم بروبوزال عظمه. اولا نتكلم عن الشغل بتاعه والفرص اللي موجوده ليه في السوق، لان هو يا اما مش عارفها فساعتها هتحمسه، يا اما هو عارفها بس هيحسك فاهم وعملت مجهود فعلا. ثانيا قدم ليه رايك في الفرص دي بشكل واضح، وعرفه انك هتقدر تساعده ازاي وهتقدر توصله لانهي نتيجه. ثالثا اتكلموا عن الخطوط العريضه والوقت بتاعنا، يعني انت شايف بعد 3 شهور او شهرين هنبقى موجودين فين بالظبط، واعرض عليه الاستراتيجي بتاعتك بشكل مبسط. رابعا بعد كده هنتكلم عن ليه احنا، وبلاش كلام تقليدي ممكن يكون ملوش لازمه، يعني مثلا ليه احنا علشان لينا خبرات سابقه في المجال ده، او عشان البيزنس بتاعك محتاج ناس تعمل اعلانات واحنا اكتر ناس بتعرف تعمل اعلانات. خامسا التيم بتاعنا، مفيش مشكله خالص لو اتكلمت عن التيم بتاعك اللي هيشتغل مع الراجل، بس خلي تعريفك محدد مش تعريف شخصي. مثلا محمد اشطر حد بيعمل سيرش بارقام حقيقيه، احمد حد متخصص جدا في الكتابه في مجال الميديكال، اسماعيل عنده خبره وتاريخ مع الاعلانات الطبيه، وهكذا، لان في النهايه يحس ان التيم ده تم اختياره مخصوص علشانه مش علشان هم موجودين. سادسا اعرض عليه افكارك واعلاناتك ولو بجزء سيمبل وبسيط من شغلك، وكل التفاصيل بتاعتك بطريقتك. وخد بالك احنا هنا عملنا طريقه السندوتش، يعني اتكلمنا عن حاجه هو حابب يسمعها عنه، وبعد كده حاجه عننا، وبعد كده حاجه عنه تاني، وفي النهايه معلم اديله سيت ايه واضحه. بعد كده النكست ستيب، ودي بقى اللي بنقول له فيها ان الخطوه الجايه المفروض تبقى ايه. فمثلا ممكن تبقى كلمنا او هنعمل ميتنج تاني او يلا نمضي العقد سوا. في النهايه اوعى تحسسه ان هو عايم ومش فاهم ايه الخطوه اللي المفروض يعملها بعد كده. ولو عايز تمبلت لشكل البروبوزال ممكن يبقى عامل ازاي اكتب لنا في الكومنتات وهنبعت لك.